النهارده هيشكوا معايا يومي بعمل فيه ايه، وفي حاجات كتير جدا الواحد بيبقى عايز يعملها وبيلاقي نفسه ان هو مش متشجع ان هو يعملها، فبقى عايز حد يشجعه. فانا هدفي من الفيديو اللي انت بتتفرج عليه ده او انت بتتفرج عليه ان احنا نشجع بعض. ده فيديو شغال عليه دلوقتي، بعمل له مونتاج. دلوقتي الساعه هنا حاليا 12 الظهر. زي ما انتم شايفين انا بجمع الكليبس او بجمع الفيديوهات اللي بقطعها بقربهم لبعض. تمام، اي حته مش عايزها في الفيديو بشيلها. مثلا لما نيجي هنا لو قطعنا الحته دي كلها كده ملهاش لازمه. ليه؟ لان الحته دي كلها بصوا، لان انت الحته دي ساكت فيها خالص، فملهاش لازمه ان انا اخليها. مين دايما بتلاقوه بيعمل الكلام ده في فيديوهاته؟ هتلاقوه هو بيخلي مفيش فراغ في الكلام خالص، دحيح. فدايما بتلاقيه بيعمل كده عشان يمنع الملل، اللي انت بتحس ان انت مفيش فواصل بين الكلام. تمام، فبتلاقي الكلام على طول متدفق. دي من ضمن الحاجات الواحد بيعملها في المونتاج، هو بيجمع كله مع بعضه. المفروض الفيديو ده من الفيديوهات اللي انا صورتها اللي انا شغال عليها، وان شاء الله هينزل على القناه هنا. تمام، كل ده التايم لاين. الحته دي اسمها التايم لاين بتاع الفيديو، اللي هو الوقت الفيديو نفسه، مده الفيديو نفسه. كل دي كليبس. لو انا عملت ماينس انا بصغر الكليب، لو انا قربت عملت بلس بقرب، فبشوف الفرق ده. لو انا من بعيد مش هشوف الفرق ده، فهشوف لما اقرب هشوف. ده الرسم البياني اللي بيوريك المستوى الصوت عامل ازاي، فبتقدر تتحكم في النقطه دي. عشان تبقوا عارفين انا بعمله برضو بشتغل على الموبايل، يعني انا المونتاج اللي بعمله برضو بيبقى ليه جزء منه في الموبايل. يعني جزء بكون بقطع الفيديوز على اللابتوب، وجزء تاني بيبقى على الموبايل. باجي هنا وبشتغل على كاين ماستر، من الابلكيشنز اللي انا بحب جدا استخدمها هي كاين ماستر. فاللي انتوا شايفينه ده فيديو انا بشتغل عليه دلوقتي، بعمله مونتاج. زي ما انتوا شايفين هنا التعامل الفيديو سهل جدا، هو مش محتاج حاجة، لان انت لما بتيجي تعمل الفيديو بتاعك ده التايم لاين برضو اللي انتوا شايفينه، ده كله تايم لاين. الحتة اللي فيها بلس دي زي ما انتوا شايفين بلس 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 بلس، دي كذا فيديو ربطتهم مع بعض وعملت في الاخر الفيديو اللي انتوا هتشوفوه اللي هينزل على القناة هنا. وهنا لما انا بكون مش عايز حاجة تظهر مثلا انا عايز الحتة دي بس هي اللي تبان، الحتة دي بس اللي تبان، مش عايز ده يظهر ولا عايز ده يظهر، بعمل حاجة اسمها بلور سكرين. بلور دي بتبقى فين؟ البلور دي بتبقى هنا. بلور دي بقدر اجيبها ازاي؟ بروح على layers. تمام، بروح على layers هنا وبحط effect. تمام، فعندي موزياك بلور او بيزك افكتس، لما بدوس عليها بيجيبها لي. تمام، وبعد كده بحطها هنا، هي دي اهي، بحطها. عايز اخليها تكبر اوسعها كده، فانا كده خلاص عايز الفيديو يبقى بس ده اللي باين فيه، مش عايز يبان حاجة تانية موجودة، عشان لو في حد في البيت ولا حاجة مش عايزه يظهر. تمام، فانت على حسب انت عايز اللي يظهر في الفيديو تتحكم في ده. تمام، فبتقدر تعمل هنا واحدة وهنا واحدة. عايز تعمل لها واحدة تانية بتيجي هنا وتعمل دوبليكيت معناها ان انت بتعمل واحدة زيها بالظبط. تمام، فاهي بقوا اتنين اهم. لما انا عملت دوبليكيت بقى عندي اتنين، بدل ما اقعد اجيب كذا واحدة لا، هي خلاص دوبليكيت. ممكن اعمل دوبليكيت كتير قوي هنا. تمام، فدي حاجة من الحاجات المهمة برضو اللي انت بتتعلمها في المونتاج. عايز احط اغاني اهو، عندي احط اغاني، ممكن احط اغاني انا عايزها كلها. عايز اني اعمل فويس اوفر بصوتي، احط صوتي فاعمل ستارت وابدا اتكلم، هيتعمل صوتي. عايز ان انا امنع الصوت خالص من الفيديو، باجي هنا وبمنع الصوت. فده كله بتقدر تعمله هنا. عايز تحط لايرز تانية، عايز تحط فيديو فوق فيديو، عايز تحط تكست كلام، تدوس هنا تحط كلام انت عايزه تكتبه، تكتب مثلا اي حاجة اهو هتظهر قدامي. مش عايزها اعمل ديليت. تمام، فده كله بتقدر، دي طريقة المونتاج. تمام، انا دلوقتي مثلا انتوا معايا دلوقتي في وراء الكواليس. تمام، واحنا دلوقتي انا بشتغل على الفيديو اللي هينزل على قناتنا انا ورانا. تمام، واهو كل حاجة في التايم لاين موجودة، اللوجو بتاعنا وعلامة الانستجرام والتيك توك مع بعض واليوتيوب والاغنية اللي انا اخترتها. تمام، اوكي، فبتلاقوها. تمام، اوكي، حلو قوي. نيجي بقى هنا نحط بقى الفيديو اللي انا عايزه، فبروح على الفيديوهات اللي انا عندي، بشوف ايه الفيديو اللي انا عايز اضيفه هنا، فبشوف الفيديوهات اللي انا عندي، فبروح على الفيديوهات اللي انا منزلها على اساس ان انا هاخد منها. فباجي هنا وببدأ اضيف الفيديوهات اللي انا عايزها، بشوف لغاية فين ببدأ اضيف بقى الحتت اللي انا عايز اضيفها. فانا مثلا عايز اضيف دلوقتي، عايز اضيف من اول فين، من اول هنا وهنا 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 وهنا. تمام، وهنا. اوكي، ببدأ اشتغل بقى على الفيديو. طيب دلوقتي اهو الفيديو كله بقى قدامي. دلوقتي هبدأ بقى اقطع فيه الحاجات اللي انا عايزها. كل ده الفيديو، ببدأ بقى اجمع الفيديو وبعمل
قصه. بس انتوا يا جماعه لو عندكم اي استفسارات، اي حاجه عايزين تعرفوها عن المونتاج قولوا لي، وان شاء الله هنعمل اكيد فيديو بقى كله شرح عن المونتاج اكتر واكتر. تمام. دي قناتي انا ورانا، دي قناتنا في فيديوهات كتيره جدا انا شغال على المونتاج بتاعها وهتنزل ان شاء الله. عايزين بقى دعمكم، عايزين نوصل ل 1000 ان شاء الله. تمام. دي قناتنا علي اندرونا فاميلي، هتلاقوا اللينك موجود في الديسكربشن تحت. هنركب دلوقتي الستاره ديت، فتعالوا نركبها مع بعض. طيب بصوا، هي دي الحاجات اللي معايا دول. تمام. دول اللي جم مع الستاره دي عشان طبعا اتحكم في مستوى الاضاءه نفسه اللي انا عايزه. لو عايز اقفلها خالص بقفلها خالص، بقفل البلايندز دول. تمام خالص. هوريكم دلوقتي ازاي. معلش الدنيا متبهدله خالص هنا بس عادي يعني، مش غرب يعني. تمام. هنشيل الحته دي خالص عشان نعرف نعمل الكلام ده. هنشيل المهبط ده، هنركب ستاره بس وبعدين ايه نرجع كل حاجه بعد كده. طيب بتركب ازاي دي؟ في كليبس بتلبس في كل واحده فيهم. خلينا نقرا ازاي تعمل اهو، بيقول لنا ازاي تعمل كل حاجه. طيب يا جماعه دلوقتي جبنا المعدات. تمام. هو بيجي معاه ده، بيجي معاه دول. الطاره كمان كان فيها دول ما شفتهمش انا، كانوا موجودين في الكرتونه من تحت. تمام. فدول جم معاها، دي كمان جت معاها، دي كمان هوريكم دلوقتي كل حاجه. دول جم معاها، دول اللي هيتركبوا مكان. هوريكم دلوقتي ايه. التلاته دول بيجوا. تمام. التلاته دول بيتركبوا فين بقى؟ التلاته دول بيتركبوا، هيتركب واحده مكان دي، واحده مكان دي، واحده مكان دي. فانا دلوقتي اللي هعمله ان انا هشيل دول. بسم الله. طبعا دي اسرع لو انت معاك الجهاز ده، اسرع بكتير من لما انت تقعد ايه. الحمد لله يا جماعه خلاص فكينا الحته دي. دلوقتي بنفك هنا ونفك هنا. المسمار كان رخم بس استخدمت مفك صليبه مختلف. كده احنا بنشيل دول القدام عشان دول صغيرين، وهنركب الكبار اللي احنا جبناهم دلوقتي. تمام. فاضل لنا ده. ده خلاص. تمام. وده كده احنا شلنا كل المسامير. شوف المسمار فين. تمام. المسامير دي كلها هنستخدمها تاني. شلنا دول دلوقتي التلاته دول. تمام. وهنركب طبعا لو انت معاك مفك عادي مش لازم المفك ده يعني. الجهاز ده اللي هو دي والت، المفك الالكتروني ده بيبقى غالي. ممكن تستخدم مفك عادي بس ده اسرع طبعا، تستفاد تكسب وقت كبير. نركب دي دلوقتي. اول حاجه هنركبها هنا. ماشي. بندخلها بالراحه بالراحه عشان ايه تثبت في الحته اللي احنا عايزينها تثبت فيها. بصوا هي اصلا بتبقى واسعه من هنا واسعه من هنا. هي اصلا مكتوب توب، يعني مكتوب هنا توب، فده معناه ان هي فوق. الحته دي تبقى فوق، الحته دي تبقى تحت. تمام. لان دلوقتي لما بحط الستاره هتمسك من هنا وهتمسك من هنا. تمام. هيقفلوا على بعض. هنا المسمار هو طبعا من مسمارين، فانت لازم بتشوف انت عايز يعني تثبتها على اي اساس. هتثبتها كده ولا هتثبتها كده؟ يعني هتثبتها تبقى على اليمين على الشمال ولا في النص كده. تمام. بص المفروض الحته دي كده، الحته دي بتبات هنا، واحده بتبات فوق، واحده بتبات من تحت هنا. هوريكم ازاي في الاخر. ايوه ورينا هبات ازاي يا بنتي. ايوه. طيب يا جماعه دي النتيجه الحمد لله، ركبناها بعد عذاب. تمام. هي فكرتها ايه؟ هي في علية هنا. تمام. وفي علية هنا. تمام. دول احنا ركبناهم. وفي علية هنا. تمام. البتاعة دي نفسها بتبات فيها. بتبات فيها ازاي؟ بصوا هنا دي بتبات فيها. في هنا اتنين اللي انتوا شفتوهم واحدة واحدة بيباتوا جوه. شايفين دول بيجوا على بعض. دي بتيجي على دي بتيجي على دي. صح يا كوري صح؟ انت يا بت صح؟ مش دول بيجوا على بعض؟ بيجوا على بعض وما يجوش على بعض. واحدة بتبات هنا والتانية بتبات هنا، فبتقربوهم لبعض بعد ما بتحطوها زي ما انا عامل كده بالظبط. قربت دي لدي وبعدين ببيتها جوه هنا. تمام. هي بايته دلوقتي فوق في الحته نفسها، بايته من فوق. تمام. دلوقتي الستاره دي فكرتها ايه بقى؟ فكرتها ان انت بتيجي تعمل كده بتنزل معاك. تمام كده. طيب عايز اقفلها من هنا بقفلها. لو انا عايز اقفلها خالص، لو انا عايز يبقى فيه اضاءه شويه فبعمل كده. دي اسمها بلايندز اهي.
بقى في بلايندز تمام، بحيث ان في اضاءه تبقى داخله. فالموضوع مش صعب هو رخم، بس المسامير اللي ركبتها دي كانت رخمه قوي. اسمها كوردلس فينل ميني بلايند. هي باين هي رخمه شويه في الاول، بس اول ما تعملها تلاقي الموضوع بقى سهل قوي. الواحد حلو بيعمل حاجات عمره ما عملها قبل كده. انا اول مره اركب ستار بصراحه. طبعا هنا في بلاوي عايزه تتعمل، هنضفها دلوقتي نظبط الدنيا. دلوقتي بعد ما احنا عملنا الحاجات اللي احنا عملناها الجميله جدا دي، خلينا ايه نروق الدنيا اللي احنا عملناها دي. نرجع الستاره تاني، نفتح الانوار تمام، افتحوا الانوار. طيب دلوقتي نلم الحاجات دي، وعندي جيم كمان شويه، فاللي هعمله ليا عصير موز حليب. هعمل بنانا ميلك شيك. حلو قوي في الاختراع ده ان انت على طول يعني بتحط بس الموزه والحليب والعسل وبينت باتر واضرب يا معلم. طريقه حلوه قوي عشان الموز ما يبص، انك انتوا قطعوه عادي وبعدين حطوه في كيس كده وحطوه في الفريزر تمام. هيبقى متلج فمش هيبوظ تمام. اوكي دي موزه واحده تقريبا، او ممكن موزه ونص تمام. اوكي دلوقتي نحط حليب، نحط بينات باتر، عشان بينات باتر بالنسبه لي هي الحاجه اللي انا ايه بحبها. بينات باتر. نحط عسل يا جدعان، ماشي عسل عشان ايه بنحط بينات باتر. اوكي حلو قوي ماشي. بسم الله، احلى كلام اتعلمناه قبل ما ناكل بسم الله، قبل ما نشرب بسم الله. فاكرين الكلام ده في المدرسه؟ ودي تبقى ايه يا جماعه؟ ده يبقى ايه؟ ده يبقى العصير الجامد جدا. بصوا يا جماعه، السلام يا سيدي يا جماله ده الفل. طيب ده يا جماعه برضو عشان تبقوا شايفين، دي كيكه اللي انا عملتها امبارح. هندوق لنا حته كده منها. هي طبعا ده كله بالجيم خالص، انا كله استهبال، بس انا قلت يعني دي هاخد شويه كربوهيدرات كده ايه عشان اروح احرقهم في الجيم. هناخد حته صغيره جدا عشان الدايت بس. ناخد الحته دي وندوقها كده نشوف هتقول ايه. شوف بتقول الحته دي. يلا نشوف اختراعاتي كرنا. دي اسمها سبونج كيك، المفروض هي عملتها سبونج كيك، عملتها بطريقه مختلفه، حتى شكلها مختلف لو بصيت كده. بصوا الشكل، واو. بصوا حاطه فيها شوكولاته. بس انا بقى بتعمل ايه؟ انا بتحط شوكولاته دارك شوكليت، وانا اصلا ما بحبش الدارك شوكليت، يعني بحب الشوكولاته العاديه. طب حطي دارك شوكولاته عاديه. طيب بصوا واو 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 بجد، طعمها بقى جامد. امبارح كان طعمها مش كده، ودي تقريبا بتقعد تبقى تحلو. طعمها جامد. نشرب بايدينا اليمين ونشرب بالشمال ان شاء الله علينا. نشرب باليمين. واو يا الهي، ما هذا الطعم الرائع، يا حقا انها جميله جدا. انا اكلت حته بس يعني عايز اكل حته تانية. حته يعني بصوا عشان حرام، بصوا عشان تبقوا عارفين يعني حرام صح. يعني الحته دي هشيلها كده عشان ما نبوظش الدنيا كده اهو. كده تمام صح، كده تمام. دي حلوه جدا للدايت. هتخنت تخن مش طبيعي. لازم نخس يا جدعان، لازم نخس. طيب فانا هشرب عصير وهاكل الكيكه دي، عايزين نصلي العصر قبل ما بيجي من مصر ونتكل على الله للجيم. اتفقنا؟ تمام؟ يلا بينا. طبعا يا جماعه اللي بعمله ده محدش بيعمله خالص، يعني ايه ده هبل اللي بعمله، المفروض يكون حاجه عدله يعني. بس انا قلت يلا يعني النهارده كده، اللي بقول النهارده كده ده كل شويه بستعبط، بس النهارده هنمشي على نظام ان شاء الله اكيد مع بعض اكيد يعني. ها كده كلام رجاله، هنشوف كلام رجاله مش كلام رجاله، هنشوف. يلا. ودلوقتي جه وقت ايه؟ الجيم. الجو برد يعني، طبعا الجاكيت ده لو انا قلعه هبقى تلجة دلوقتي. نو كريتكس. يعني ايه نو كريتكس بقى؟ يعني نو كريتكس معناها ان مفيش اي كومنتس مثلا، ما تعلقش على حد، ما تقومش على حد، مالكش دعوه بحد كده. عشان كده الجيم اسمه بلانيت فيتنس، يعني كوكب اللياقه. هنبدا اول تمرين ده
ده اول تمرين نلعب لنا هنا 10 دقائق تريدميل. اوكي، بعدين هنعمل سايكلينج 10 دقائق برضو. طبعا بعد الكورونا وكده بقى في موضوع ان انت لازم تعقم ايدك، لازم تعقم الاجهزه كلها اللي انت هتستخدمها يعني. فهنعقم دلوقتي الجهاز بتاعنا، خدنا مناديل حاطط عليه دلوقتي ده. اوكي، هنعمل كده في كل الاجهزه طبعا، اي جهاز هنستخدمه هنعمل كده. هطلع لايف دلوقتي ودول حبايبنا في اللايف، كلهم منورين لايف اهو. وانا دلوقتي عملت كده بالصلاه على النبي 74 كالوريز، عملنا 11 دقيقه. فالان سوف نذهب الى التمرين الاخر. هيا بينا يا رفاق، هيا بينا. دلوقتي بنعمل تمرين البسكليت ده، مش عارف اسمه ايه التمرين ده، غريب مش عارف، هو عامل زي العجله بس هو مش عجله. المهم التمرين ده كويس جدا، فبنعمل منه 10 دقائق دلوقتي. تمام، فبس نخلص ما شاء الله بنعمل من غير ما نبدا اصلا يعني. وبصوا يا جماعه، وصلنا لغايه 65 كالوريز، 10 دقائق و59 0.60 مايل. نحن الآن لعبنا لعبة البسكليت. حنمشي على الأرض وحندوس دوس دوس. البسكليت الليمبي حيولع فلوس. يا جماعة احنا دلوقتي بنعمل التمرين ده بقى. التمرين ده أنا مش عارف برضه اسمه إيه، هو تمرين تقريبا للرجل. تمرين كويس جدا التمرين ده برضه، اللي هو احنا بصينا عليه من بعيد كده، هو زي التمرين اللي جنبي ده. تمام، لو حد عارف التمرين ده اسمه ايه يقول لي في التعليقات تحت، بحيث ان احنا نستفاد كلنا يعني. بس هو التمرين كويس جدا للجناب والرجل برضو، يعني كانك بتلعب كده ترفع رجلك لفوق، فحلو تسخين حلو يعني بنسخن. تمام، فهنعمل 10 دقائق برضو زي ما احنا عملنا 10 دقائق في الاثنين التانيين. تمام، احنا النهارده بنحرق مع بعض اهو في الاول، وبعدين نخش نلعب في العضله اللي احنا عايزين نركز عليها. قشطه يا جماعه، يلا. ودلوقتي يا جماعه وصلنا، عملنا 78 كالوريز بالصلاه على النبي كده، 10 دقائق كوتون. وكم كالوريز بالصلاه على النبي؟ 82 كالوريز. تمام، فدلوقتي كده احنا بقالنا 30 دقيقه في التمرينات اللي احنا عملناها لحد دلوقتي، هو اكتر من 30 دقيقه حقيقه. فاحنا هنخش دلوقتي على التمرين اللي بعده. طيب يا جماعه دلوقتي احنا بنلعب التمرين ده، والتمرين ده معروف عجله عادي، تمرين العجله يعني ما بنلعبوش. التمرين ده بقى بنلعب كام؟ بنلعب برضه 10 دقائق. تمام، كل 10 دقائق بحيث ان احنا نحرق كده كتير. تمام، وبعدين نبدا نلعب التمرين بتاعنا. انا عايز اخس كتير فعشان كده بعمل كده. هو اللي صح ان انت ما تعملش كده، اللي صح انك تلعب حمي بس حبه بسيطه كده 10 دقائق بالكتير، وبعدين تبدا التمرين. بس انا عايز احرق كتير عشان انا بقيت في جيلا تريل. انتوا متابعينا في قناتنا انا ورانا، بيتزا بقى وديك رومي وتشيز كيك ومسقعه بالبشاميل، فبلاوي سودا يعني. الواحد لازم ايه يخس، وعيش بقضيها عيش ورز كتير قوي، فلازم الحاجات دي الواحد يبطلها اصلا. غير كل ده بشرب بيبسي دايت بالليل، يعني اهم حاجه بشرب بيبسي دايت. يعني شوفوا ماشي على كل ده، باكل كل ده عادي بس بشرب بيبسي دايت عشان اهم حاجه الواحد ايه يعني يهتم كده بصحته. كل ده استعباط جدا يعني. نشوف كمان كام كالوريز. انا بصراحه مش بتفق قوي مع الكالوريز اللي بتبقى موجوده في الجهاز قدامي، مش بحس ان كلامهم بيبقى دقيق قوي الكالوريز ديت، بس الواحد بيعمل اللي عليه، بيلعب التمرين اللي المفروض يلعبه، بيعرق بيعمل مجهود وتمام. بس كده. انتوا لو عندكم اي معلومات حابين تفيدوني بيها يا ريت لو تكتبوها في التعليقات برضه عشان نستفاد من بعض. وصلنا ل 48 كالوريز وعملنا 10 دقائق وعملنا بالظبط 1 مايل 63. دلوقتي يلا بينا نلعب التمرين اللي بعده. بصوا يا حلوين، التمرين ده هنعمل منه بالظبط 3 في كام؟ في 12. قشطه، 3 في 12 امامي وخلفي زي ما انا بعمل بالظبط كده. تمام، انا بحاول ان انا ارجع العضله تاني للحركه بتاعتها. فانا اوريدي كنت بلعب قبل كده يعني، فده اللي انا بلعب على اللي انا كنت بلعبه قبل كده. لكن انت تلعب من الاول خالص ما ينفعش تعمل كده، لازم تلعب الاول امامي، الاول تخلص الامامي بعدين تخش على الخلفي. تمام، ده على حكم معرفتي يعني في الكام سنه اللي انا كنت بلعب فيهم جيم. تمام، لو حد عنده معلومات تانية يا ريت لو يضيفها في التعليقات عشان نستفيد كلنا من معلومات بعض. تمام. بصوا يا جماعه، اللي احنا بنعمله ان احنا بنزود الاوزان كده. لما خلصنا التمرين ده نخش على التمرين اللي بعده. كده عملنا 3 امامي و3 خلفي مع بعض، سوبر سيت. ده بقى اسمه سوبر سيت، لما بتعمل امامي خلص خلفي تخش على امامي. تمام، وساعات بتعمل خلفي امامي خلفي. لو انت عايز العضله تبقى شريدد
بتقسم. هنعمل دايره، هنمسك، هنقرب الايد للبار نفسه اللي احنا ماسكينه ده ونسحب بالصدر كده، هيبقى ضيق. كده خلصنا التمرين ده، خلصنا دلوقتي 3 هنا، 3 في 12 تمام، امامي وخلفي تمام. يلا هنروح على التمرين اللي بعده. كده ده تاني تمرين. احنا بنرفع الركبه فوق شويه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. كده احنا عملنا كام؟ عملنا 12. هنعمل 12 في 3. دلوقتي التمرين ده هنلعب برضو 3 في 12 تمام؟ طيب احنا دلوقتي هنلعب التمرين ده، هنعمل برضو 3 في 12 تمام؟ يلا بينا. 1 2 4 5 6 7 10. خلصنا 3 في التمرين اللي شفتوه دلوقتي ده، 3 في 12. دلوقتي هنلعب التمرين اللي ورايا ده، هنعمل برضو ايه 3 في 12. كده خلصنا خلاص 6 تمرينات. دلوقتي هنلعب بايسبس. دلوقتي البايسبس هنلعب من البايسبس 2 بايسبس او 3 بايسبس بالكتير، مش اكتر من كده تمام. يلا بعدين نلعب بطن بقى، عشان البطن اكتر تمرين محدش بيحبه، فهنلعب بالبطن. يلا بينا. نبدأ نعمل تسكين. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 برضه 13 13 14 14 15 15. دلوقتي هنعمل كام يا جماعه؟ هنعمل 10 او 12. نعمل 12 تمام؟ هنا يا جماعه فاضل بالظبط 5 دقايق ويخلص المساحه يعني. هخلص التمرين ده وهقولكم هنلعب ايه بعد كده. 1 1 2 2 3 3 4 4. براحه خالص، ها براحه خالص يا جماعه. اهم حاجه لازم تحس بالعضله، لازم تمشي بالعضله. 4 5 جسمك يبقى مفروض. 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12. نلعب التمرين ده بايسبس. اوكي ده
بايسبس ضيق، ده بايسبس ضيق يا جماعه. نلعب 3 في 12 10 8 تمام. بنزود الوزن طبعا اوكي مع الوقت. اوكي برافو. 2 3 احنا بنضيق قوي عشان عايزين العضله تستفاد. 4 5 6 7 8 بسم الله 9 10 11 12. دلوقتي للاسف الكاميرا هتفضل دلوقتي، فاتمنى يكون الفيديو النهارده استمتعتوا بيه معايا. لو استمتعتوا بيه معايا مش هوصيكم يعني باللايك والشير والسبسكرايب لو انتوا اول مره تشوفوني، فانا اسمي علي. ومن خلال القناه هنا شعارنا ان احنا يلا نتعلم وننجح سوا، فبنتعلم وننجح سوا في حاجات كتيره جدا. انتوا حابين تعرفوا اي حاجه عن الحياه هنا في امريكا، عندكم اسئله عايزين تعرفوها، حابين تعرفوا اي حاجه عن الجيم، عندكم اي معلومات عايزين تضيفوها لي بالنسبه للتمرينات اللي لعبتها النهارده، يا ريت لو تكتبوا ده في التعليقات تحت عشان ده اكيد هيفيدني كتير جدا. وشكرا لكل واحد بيعمل لايك وبيعمل شير وبيعمل سبسكرايب في القناه، وهتلاقوا في الديسكربشن في فيديوهات كتيره حلوه وكده لفه هتعجبكم اكيد. وحساباتي برده موجوده في الديسكربشن لو حابين تتابعوني على الانستجرام، على التيك توك. على التيك توك دايما بطلع لايف وانا بلعب تمرين، ودايما في مواضيع كتير جدا بنتكلم فيها مفيده جدا. اكيد في المواضيع دي اكيد هيكون مفيد بالنسبه لكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، في فلوج جديد قريب جدا باذن الله. مع السلامه.